السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير دايما يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا جاي لكم النهارده بوصفة وهم تفتيح ترطيب تغذية، كل الاركان متواجدة فيها. هتبقى هي الدقيق والزبادي. وقبل ما ابدا كلامي احب اشكر اخواتي واصحابي وحبايبي اللي اشتركوا للقناه في القناه الجديد. وبشكركم جدا، ويا رب تكون قناتي بتقدم محتوى هادف تستفيدوا منه ان شاء الله. هنقدم الزبادي والدقيق. هنعمل ايه يا جماعه بالزبادي والدقيق؟ او انت يوم تطلعي لنا بالملح والنهارده زبادي ودقيق؟ هقول لكم بقى. الزبادي فيها حمض اللاكتيك المتواجد بيبيض البشرة بشكل طبيعي، وبيساعد على تغذية البشرة وجعلها أكثر نضارة. تغذية ترطيب تفتيح زي ما قلت لكم في الأول. بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدأ معاكم بقى الطريقة ازاي نستخدمهم ونعمل معاهم ايه. خليكم معايا. انا جبت بولة كمان صغيرة، هضيف معلقة. ادي التاني. تمام. انت لو عاوزة تكتري اكتر من الكمية دي تمام، بس دي كمية تجريبية عشان اشرح لكم الفيديو عملي. انت بقى على حسب دقيقك وعلى حسب الكمية اللي انت محتاجاها. اهو ادي معلقة. اتنين. نوع دقيق ممكن ياخد 2 3. معرفش بصراحة، بس على حسب ما تحتاجي حط لحد ما يبقى مسك. اهو. وياريت اللي يجربها ويجيب ونتيجة تبان معاه سريعة يقول لي ويعرفني في الكومنتات. هي نتيجة بسم الله ما شاء الله مضمونة 1000000% بإذن الله، وطبيعية في بيتك، في أي بيت، يعني أي بيت مفيهوش شوية دقيق وعلبة زبادي ب5 جنيه. ولو انت عروسة ولسه فاضل على شهرك مثلا، على فرحك شهر أو 2، ممكن تعمليها كل أسبوع يوم مرة، كل أسبوع مرة. هتبقى جميلة وهتساعد في تفتيح بشرتك بأسرع وقت ممكن، وهتغذي بشرتك كمان. اهي يا شباب، اهي ما خدتش وقت اهو. وانت قاعده بتشرب النسكافيه بتاعك او القهوه او الكاكاو هتعمليه اهو. هتضيفيها بقى على بشرتك نص ساعه. ونص ساعه بعد ما تعدي نص ساعه نعمل ايه؟ ما تغسلهاش على طول، تفركيها بشكل يعني بالراحه، ما تفركيش بقوه، لا، تفركي بشويش. وبعدين تقوم غسلها بميه دافيه. ما شاء الله مسافة أسبوع أو 2 هتبان معاكي النتيجة. كررها كل يوم، كل يوم مرة، كل يوم مرة. وما تتعرضيش لإشعة الشمس المباشرة. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم. وأحب أرحب لتاني مرة بحبايبي وأخواتي اللي اشتركوا عندي في القناة. وشكرا، مع السلامة. وفين اللايك يا شباب؟ فين اللايك أنساتي ستاتي؟ عايزين لايك عشان الفيديو يترفع، وكل حد يستفاد من المعلومة دي. باي.